أعزائي المشاهدين، نحن الآن في المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية من جمهورية مصر العربية، من معرض الكتاب الدولي في مدينة السليمانية، مع الأستاذ ياسر صاحب دور النشر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام دكتور. ممكن نحن سؤال، كم إصدار سنويا بيطلع عنكم أنتم بالنسبة لدور النشر في المركز العربي؟ اولا اعرفك بنفسي، انا اسمي ياسر ابو عوف. نعم. صاحب المركز العربي للدراسات والبحوث العلميه. احنا مركز متخصص في طبع ونشر وتوزيع الكتاب القانوني داخل مصر وخارج مصر. ده اولا. ثانيا احنا مهتمين بطباعه ونشر وتوزيع الكتاب القانوني فقط. احنا بنعمل كل سنه الاصدارات الجديده من 75 ل 100 اصدار. السنه دي احنا عندنا 99 اصدار جديد. أفضل الإصدارات ما هي؟ والله احنا عاملين حاجات في الذكاء الاصطناعي، في الروبوتات، الطيارات المسيره، في الاسلحه الاقل فتكا. دي الاصدارات الحديثه يعني. هل عندكم تخفيض بالنسبة لمعرض سليمانية بالنسبة للمبيع؟ والله احنا عاملين تخفيض من اول يوم، يعني 50% نظرا للظروف اللي بيمر بها الاقليم. موضوع الرواتب وتاخر الرواتب. هنا احنا عندنا في المعرض هنا في زخم جماهيري معروف يعني. كل سنه نفس الزخم ونفس القوه. ما رايك في معرض سليمانية الدولي بدورته الخامسة؟ والله نفس القوه، نفس الترتيب، نفس القوه. هي بس يعني كل الملاحظه بس تاخر الرواتب هو اللي مؤثر على المبيع، لكن نفس الزخم الجماهيري. بارك الله فيك، شكرا لك استاذ ياسر، حياكم الله، بارك الله فيك.